السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض روتين خفيف كده. هعمل معاكم الغدا وهنعمل شوية روتين برضو في رحل الغدا. يا رب الفيديوهات كده بتاعتي تكون بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. طبعا اول حاجة بدأت بقى عملت لي كوباية قهوة كده. طبعا انا بدأت الفيديو معاكم من الظهر على طول. قبل الظهر يعني بشوية. على ما نزلت بس خلصت اللي ورايا. وشفت الفراخ اللي عندي وشفت حاجتي يعني. وبصراحة مطبخي كان نضيف وكل حاجة. لاني كنت دابحة فراخ بالليل امبارح يعني وكنت منضفاها بالليل قبل ما انام. وكان نضيف وكل حاجة دي المواعين دي مكان الفطار. ولميت برضو الطقم بتاع التوابل دي برضو اللي كان فاضي منه. لميته برضو عشان اغسله كده في ريحة. انا الاول هعلق على الغدا لان زي ما قلت لكم احنا بقينا الطبخ. فهعمل الغدا الاول انا هعمل رز على شعريه كده وهسلق بطاطس. غدا اقتصادي واللي موجود في بيتي انا بعمله وما بمشي امور بيتي. انا امبارح بعد ما خلصت تنظيف فراخ وكده. عملت كبده وطبعا كان عندنا عيش كنت عاملاه برضه. طبعا انا خلصت متاخر فقمت عامله كده شويه كبده. وطلعت كيس عيش من اللي انا كنت عاملاه وعملت طماطميه سلطه كده. وجلت بطاطس وعديت يمنى. لان بصراحه كنت اتاخرت يعني لاني بنضف كميه كبيره من الفراخ. انا مسكتهم دبحتهم ونضفتهم عشان خاطر رمضان اللي ان شاء الله يعني من غير شر وكل سنه وانتم طيبين داخل علينا رمضان. بس هنا خلاص طبعا انتوا شايفين في الفيديو انا بعمل ايه. مش محتاج يعني اتكلم انا بتكلم معاكم وبفضفض معاكم يعني وانا بشتغل. انا حمرت الشعريه زي ما انتوا شايفين اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده حطيت عليه الرز وحطيت شويه فلفل اسمر وشويه ملح بس ما فيش اكتر من كده. وطبعا هحط الميه اللي على كميه الرز. طبعا ما تزوديش الميه ياما في الرز على شعريه. وهغطي عليه وهسيبه لحد ما يشرب وبعد كده هغطي على النار لحد ما يتلدن خالص ويطيب معاك. هديله تقليبه بقى واغطي عليه واسيبه لحد ما يشرب من الميه اللي فيه. وبعد كده انجله على النار الواطيه خالص يتلدن براحته. وعلى ما اشوف الباقي اللي ورايا هجيب بقى البطاطس اغسلها حلو عشان اعلق عليها برضو في ريح الرز كده. همسكها اشطفها كده طبعا انا كنت حطاها فيها شويه ميه عشان لو فيها طينه لازقه او اي حاجه من دي تبوش معايا على طول. بس هي البطاطس دي نظيفه ما بيبقاش فيها طين ولا حاجه. البطاطس اللي هي بتبقى فيها رمل دي بتشطفيها وخلاص. وبتعلقي عليها. امسكها بقى اشطفها كلها واحط لها شويه ميه سخنين كده عشان خاطر تغلي معايا على طول. واحط لها الملح وبس كده هوطي عليها شويه عشان خاطر الميه سخنه فهتغلي معايا على طول. عشان ما تغليش وتفور معاك وتبهدلك البوتاجاز. بس كده هولع عليها بقى واسيبها. على ما اخلص بقيت اللي ورايا. احط لها شويه الملح واسيبها برضو. الرز معايا لسه بشوفه برضو لقيته لسه ما غلاش. لو انت عايزه تحط له ميه سخنه ميه سخنه يعني براحتك. بس هنا امسك الرخامه دي بقى امسحها كده. البخاخه دي انا حاطه فيها شويه خل وحاطه فيها صابون سائل مواعين يعني. وهمسك بقى ايه امسح الرخامه زي ما انتوا شايفين. طبعا لو هي نظيفه معاك انما لو مش نظيفه بتمسكي بقى تدعكيها حلو بالسلك كده وتدعكيها حلو عشان خاطر تنضف معاك وتلمع وتبقى نضيفه وحلو. بس هنا خلاص همسح الرخام كله وهمسح برضو الترابيزه بتاعه المطبخ. وطبعا الاكل في روحي بيستوي على النار. والجهاز ده انا كنت ماسكه الجهاز مسحته كده بالشرشوبه بالليل لان بصراحه كان متوسخ شويه. بدل ما اغسله كده مسكته مسحته بالشرشوبه حلو وطلعته بره على الحبل بالليل يعني. ومسكت الارض برضو كان بعد ما خلصت غسيل مواعين لان كان عندي مواعين ياما. غسلت برضو المواعين بالليل ومسكت الارضيه كنستها ومسحتها وبيت المطبخ نضيف ما فيهوش لا كوبايه ولا اي حاجه من دي. وطبعا الفراخ بعد ما غسلتها وصفتها عبيتها في الاكياس كده وقمت حطاها في الفريزر. ومسكت المواعين بقى وراها وشطبت المطبخ وشطبت كل حاجه كانت في البيت يعني شطبتها تحت وفوق وخليت البيت بيت نظيف. قمت بقى تاني يوم فايقه وما ورايش حاجه غير اللي انتوا شايفينه الحاجات الخفيفه دي. وطبعا كنت عامله معاكم مصوره برضو. وانا بطبق البطاطين وبطلعها في الشمس وكل ده. بس بصراحة لقيت الفيديو طول معايا جامد فقلت يا سيبوا الفيديو تاني يا ما نزلهوش خالص.
بس هنا خلاص طبعا هشطف بقى شويه المواعين دول. هما كانوا شويه صغيرين زي ما انتوا شايفينهم كده، شويه صغيرين خالص. همسكهم اشطفهم. التوابل ده همسكه برضه ادعكه حلو واشطفه واسيبه كده يتصفى خالص، عشان برضه ابقى اعبي فيه توابل تانية على ما اجيب بس من السوق. اللي مطلوب مني في البيت انا بعمله، بمشي بيتي. طبعا انت اللي في بيتك وانت عارفه بيتك محتاج ايه تعمليه الاولويه الاول طبعا. وهنا بس كده خلاص خلصت المواعين. هشطب برضو الحوض كده واغسله وانضفه. طبعا انا عملت ده كلته والغدا لسه فريح بيستوي. كل الحاجات دي بتاخدش معاكي ثواني. طبعا ايدك في مطبخك على طول وانت بتشتغلي كده. الصحن اللي يتوسخ منك امسكيه اغسليه واشطفيه. تخلصي غدا تلاقي مطبخك رايق ونضيف. ما تبقاش واقفه مثلا الصحن اللي توسخيه ترميه في الحوض. على ما تخلصي الغدا هتلاقي الحوض بقى مليان عندك مواعين. فنفسك هتتسدي يعني. انما انا اول باول وبخلص كل مطبخه وبرتب شقته وبضلمها وباخد غداني وبننزلوا نتغدوا تحت زي ما انتوا عارفين معايا. وطبعا بعد غدانا تحت بغسل مواعيني وانضف مطبخي تحت وبس كده وده كان يومي يعني. سهل خالص وخفيف، ما فيهوش اي تعب، ما فيهوش اي حاجه. لان طبعا زي ما قلت لكم خلصت كل اللي ورايا امبارح. وشطبت مطبخي وشطبت بيتي والحمد لله يعني كانت كل حاجه نظيفه من بالليل. وزي ما انا كنت سايبه المطبخ كده نظيف بالليل. شايفين كده. كنت سايباه نضيف كده بالله. وطبعا مسحته وسبته وكنت مطلعه برضو الجهاز ده بره في الشمس. كنت حطيته بالليل قلت عشان خاطر الشمس لما تطلع بدري فتقوم نازله عليه على طول. بس كده هفرش بقى الجياس. وهرص بقى الترابيزه وكده. البطاطس خلاص كانت استوت بشوفها بس كده بشوفها. لو لقيتها لينه كده معاكي شويه صغيرين يعني ما تتكيش عليها جامد عشان خاطر ما تهريش وياكي. بس هي كانت مظبوطه كده معايا. همسكها بقى احط عليها شويه ميه ساقعين وبعد كده اشطفها واقشرها وخلاص كده. وهجلي بقى البطاطس وعملت برضو سلطة والمخلل بصراحة كان تحت. هطلع برضو شوية من تحت. انا خدت بقى الغدا ونزلت بيه تحت في بيت حماتي. واتغدينا وخلصت كل اللي ورايا ونضفت بيتي تحت برضو. وده كان يوم النهاردة سهل وخفيف خالص. لما بتبيتي بيتك نضيف من بالليل وما بيبقاش وراكي حاجة بتقومي كده فايقة وبتحسي انك عندك راحة نفسية يعني لاستقبال تاني يوم. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون كده خفيفة عليكم وتكونوا بتستمتعوا وانتوا بتتفرجوا عليا. بالنسبة بقى للبوتاجاز انا جيت عشان اشيل الاستيكر ده خالص فما نفعش مني. فتعبني يعني فمش عارفة اطلعه ازاي. لو حد عنده معلومة او كده يا ريت يفيدني في الكومنتات. هجلي بقى البطاطس وعملت برضو السلطة. وطبعا انا مسكت البطاطين طلعتها في الشمس من بدري. من ساعة ما قمت بدري كانت الشمس حلوة النهاردة. فاستغليت يعني ان الشمس حلوة وطلعت البطاطين بتاعت الشقة بحالها. وبعد كده طبقتها دخلتها طبقتها. وضلمت شقتي وخدت غدانا ونزلنا اتغدينا تحت. بس كده خلاص هقدم بقى الغدا بتاعنا. هحط كده البطاطس وهحط برضو السلطة وهفرد برضو رز. وهطلع مخلل بصراحة بس المخلل بتاعنا تحت. هطلعه من تحت وانا تحت بس كده. وده الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.